ازيكم يا احلى مشاهدين ومتابعين في الدنيا كلها، يا رب تكونوا كلكم بخير وجاهزين لحدوته جديده من حواديت قناتكم الجميله قناه الحدوته. بيبدا فيلمنا في بحر الشمال في محطه نفط بيستعد العمال فيها انهم يرجعوا بيوتهم بعد شهر من الشغل. وفي الوقت ده بيجي اتصال لماجنس رئيس محطة النفط من الشركة بتاعتهم، وبيكون الاتصال مش جايب أخبار كويسة الصراحة، لأن الطيارة اللي جاية لهم علشان تاخد الطاقم كله مش هتقدر تيجي لأن حصل عطل عندهم. وفجأة بينقطع الاتصال بين ماجنس والشركة، وكل حاجة تانية بتقف برضه من اتصال بقى بالإنترنت وشبكة ومحطات الراديو وغيره. وبيعمل ماجنس اجتماع طارئ مع الطاقم بتاعه كله، وبيقول لهم انهم هيضطروا يستنوا مده اطول شويه لان الطياره مش هتيجي. طبعا كلهم مش بيكونوا سعداء بالخبر، خصوصا لارس اللي بيقعد يشتكي وبيطلب بتفسير لسبب المده اللي هيستنوها ومعلومات اكتر. وفجاه الكهرباء بتتقطع عن المكان كله، وفيلمار بيقدر انه يرجعها على المولد الاحتياطي. ولما بيحاولوا يتواصلوا مع قارب النجاة بتاعهم او اي محطة تانية جنبهم مش بيقدروا يعملوا ده لان لسه محطات الراديو واقفة. وبيشوف الطاقم من المحطة علشان يعرفوا اسباب الاعطال دي ايه، وبيكتشفوا ان الضغط في حفرة البترول عالي، وان اي شرارة صغيرة هتفجر المكان كله. روز مش بتوافق انهم يقفلوا المحطة بصفتها ممثلة للشركة لان كده معارض للعقد، بس ماجنس بيديهم اوامر انهم يقفلوها لان اولوياته كلها انه يحافظ على سلامة الناس اللي معاه. وفجأة بتحصل هزة في حفرة البترول، وبيجي بعدها ضباب بسرعة من البحر بيغطي المكان كله، وبيقدر فولمار انه يشغل الطاقة تاني في المكان، بس الشبكات برضه بتفضل واقعة. وبيتفق الفريق انهم يشوفوا برج الاستقبال عندهم يكون فيه مشكلة، فماجنس بيخلي فولمار وباز يطلعوا يشوفوا البرج، وهناك بيفقد فولمار اعصابه على باز بعد ما بيتهموا انه خانهم بانهم مرتبط بروز اللي هي في صف الشركه مش في صفهم. بس بيعتذر له باز وبيرجعوا للشغل، وبيلاقي فولمار طائر ميت على البرج وهو لسه بيشوفه بيقع فجأة باز من فوق، وبتيجي كات وروز بمعداتهم الطبية علشان يعالجوه، بس بيكون إصابته خطيرة جدا ومحتاجين ينقلوه لأوضة عمليات. وبتحاول كات على قد ما تقدر إنها تساعده بعد ما بينقلوه جوه. وبيجي ماجنس يسأل فيلمار عن اللي حصل ده حصل ازاي، وبيكون رده انه ما يعرفش لانه هو بيشتغل، باز كان وراه فما شافش ايه اللي حصل. وبيكون لارس شاكك في كلامه لان حزام الامان بتاع باز كان مفكوك. وبعد دقايق بيرجع باز لوعيه وبيجي له شويه احلام عن حاجات في البحر بتتكسر. وبيجي لارس يلوم ماجنس على كل اللي بيحصل ده، فبيسيبه ماجنس وبيمشي. ده بيدي الفرصة للارس انه يبص في ملفات الشركة، وبيلاقي ملف مكتوب عليه انه سري للغاية، وبياخده معاه يقراه. وبيجمع لارس كل اللي موجودين في المحطة علشان يقول لهم على حاجة مهمة. ولما بيجي ماجنس بيطلع له لارس الملف اللي لقاه، وبيطالبوا انه يقول لهم ايه الملف ده وليه كان مخبيه. فبيروح ماجنس يقول للناس ان الشركه بدات من فتره انها تسيب الشغل في مجال البترول، وانهم هيكونوا من غير شغل الفتره اللي جايه، وهم واقفين بيقع عليهم رماد بيستغربوا كلهم لان حتى مفيش بركان قريب من هنا علشان يحصل كده. وبنروح لباز اللي بيكون عنده روز وكات بعد ما فاقوا بيحكي لهم عن انه مش فاكر ايه بالظبط اللي حصل على البرج غير انه شاف ضوءه من ساعتها وهو حاسس بدوشه في دماغه واصوات كتير بتكلمه. ولما بتيجي كات تاخد عينه من دمه بيتعصب عليها، وبتحاول روز وكات انهم يهدوه ومش بيعرفوا غير انهم يديله بنج علشان ينام. وبعدها بياخدوا العينه، وبتتكلم كات مع روز انها مستغربه من سرعه اختفاء الجروح بتاعت باز كانها بتتعالج لوحدها. واول لما بيمشوا بيفوق باز وبيبص على جروحه اللي بدات انها تختفي فعلا بسبب حاجه بتطلع منها كانت بتقفلها. وبعد مده بتكون اغلب جروحه اتشافت، ولما بيبص على انعكاسه بيبدا يجيله اوهام عن المحطه وهي بتتدمر. ولما بيقوم وبيروح على اوضته علشان يغير هدومه بيحس بوجع صعب، وبيتف سنتة الذهب كان حاجة خرجتها من مكانها. ولارس بيدخل من وراهم كبنت القيادة وبيقفل الباب وراه، وجوه كان هيموتهم كلهم باين، وكان هيفجر المحطة بالغلط لحد لما بيقدروا انهم يفتحوا الباب وبيدخلوا. وواحد من الطاقم بيمسك في لارس وبيفضلوا يتخانقوا لحد لما بيقدر ماجنس انه يحل المشكلة اللي عملها لارس. وواحد من العمال بيشوف باز، ولما بيحاول انه يكلمه بيقاطع باز وبيقول له انه عايز يشوف الحياة في البحر، المكان اللي بدأ فيه كل حاجة عاملة ازاي. ولما بيروح علشان يمسكه ويرجعه للعيادة بيخليه باز يطلع مية من بقه بطريقة غريبة وبيهرب. ولما بيكتشفوا الطاقم وبتيجي كات تكشف عليه بتلاقي انه بطريقة ما غرق،
وكل ده بيحصل وروز في المعمل بتعمل ابحاث على عينه من الرماد اللي كان بينزل عليهم من السماء، ولما حطت عليه قطر الدم لقيته انه فيه كائنات حيه، ووصلت في الاخر ان الرماد ده غالبا كائن حي من سنين وانه بيستهدف الدم، فلازم يطمنوا على اي حد مصاب او مجروح من فتره قريبه ويعزلوهم. وبيطلب ماجنس من كات انها تاخد عينات من دم كل الفريق وتقارنهم بالعينه بتاعه باز علشان يعرفوا المصاب بالمرض والسليم. وفالمر داخل روز المعمل بيلاقي باز هناك بيدور في الابحاث بتاعتهم وبيلاقي الملاحظه دي، فبياخد عينه الدم بتاعته وبيهرب منهم وبيروح يرميها في الميه. وبيجتمع ماجنس مع الفريق بتاعه، بيقرر انهم بعد ما الضباب راح والرماد بطل ينزل هيقسم الطاقم فريقين، فريق بيدور على باز والتاني هيكمل شغله. وطبعا روز شغلها هي وكات انهم يعرفوا المصاب والسليم واللي بيلاقي عنده جروح بيعزله. بعد كده بنروح لباز اللي بعد ما اتشافى تماما من كل الاصابات بيروح على خزانات الميه، ومجرد ما بيلمسها بيملاها بالبكتيريا وبتبدا انها تكبر في الميه، وبيروح يستخبى لما بيلاقي حد من الطاقم بيدور عليه. واول لما بياخد باله من خزانات الميه بيندى على باقي الفريق علشان يشوفوا اللي حصل في الميه، وقبل لما بيجي باقي الفريق بيهجم عليه باز وبيهرب قبل ما حد يجي. ولما بيوصلوا بيلاقي العامل اللي نده عليهم مصاب، والميه كلها ملوثه، وحتى البترول بقى فيه نباتات وطحالب من اللي بيزرعها باز في كل المحطه. ولما بياخد العامل باله انه مصاب بيهرب منهم علشان ما يعزلوهوش وبينضم في صف باز بعد ما بقى مصاب، وبكده بيكون هو وباز بيزرعوا النباتات بتاعتهم في كل مكان. وبسبب هزة أرضية تانية بتنقطع الكهرباء عن المكان كله تاني، وعلى الصبح بيقدر فالمر إنه يرجع الكهرباء تاني. بس مش بتكون دي مشكلتهم الوحيدة دلوقتي، لأنهم لقوا إن سبب انقطاع الكهرباء خلل لها بيروح من المعدات بتاعت استخدام البترول، ومش قادرين انهم يرجعوه بسبب النباتات اللي بيزرعها باز وفريقه في البترول، والحل الوحيد انهم يرجعوها يدوي. وبيروح فالمر يعملها، وبينتهي المهمة بتاعته بانه يطلع مصاب من النار دي وبتاخده كات علشان تعالجه. بعد فترة بنكتشف ان فالمر اتنقل له العدوى برضه، وبدأ جروحه تتشفي بسرعة، وبدأ باز انه كمان يتواصل مع فالمر وبيخليه يسمع صوته في دماغه، لحد ما هرب فالمر بسبب توجيهات باز. وبتروح روز وراه لحد لما بيلاقوا المكان الرئيسي بتاع المخلوق اللي بيغزو اجسامهم ده، ولما بيدخلوا مش بيهاجمهم ولا حاجة، وبيتجمع حوالين كات اللي لحقت بروز، ولما بيطلعوا بيسيبهم يمشوا. ولما بيطلعوا بيلاقوا الفريق كله متجمع لان سفينه جايه عليهم من محطه نفط جنبهم، وبيروح يستقبلوا المصابين وجرحى وبيكشفوا عليهم. وبيكون تصرفات رئيس محطه البترول اللي عند جميز غريبه، وبيحكي لهم واحد من فريقه اللي حصل معاهم هناك كان بسبب الرئيس بتاعهم اللي اسمه كوك. وبيكون الانفجار بتاع محطتهم بسبب انه كان بيشتغل على حاجه تبع الشركه جديد، وكان شغلهم مش انهم بيخرجوا بترول، دول بينزلوا حاجه لتحت، وكانوا كل ما بينزلوا الحاجه بتحصل هزات ارضيه كتير. كان بيطنشها كوك كانه عمل ده قبل كده. وبيتجمع الفريق معارض لجامس في المحطة بتاعتهم مع كوك اللي بيعارضوا جامز في قرارات كتير، وبيتفقوا انهم يتصرفوا سوا مع بعض من غير ما يرجعوا لجامز. وبيلعب بيهم كوك انهم يستخدموا مواد كيميائيه علشان يوقفوا باز وفريقه، وبتكون خطته انه يقتلهم بالمواد دي، وده اللي اكتشفوه وهم بيكتشفوا خانق كوك ليهم بعد ما وداهم يقتلوا فريق باز وقفل عليهم سوا وسط الماده الكيميائيه السامه دي. ولما جامس بيكتشف وجود كوك في مكان القياده بيروحوا هناك وبيوقفوه، وبعد ما بيكتشفوا ان في ناس محبوسه ومش نافع انهم يخرجوهم بسبب ان كوك بوظ الجهاز بعد ما حبسهم، بتروح روز تفتح الباب بنفسها. ولما بتدخل بتحاول تفوق فالمر بانبوبه الاكسجين اللي معاها، بس مش بيفوق غير لما بتقع بيه على عشب كان موجود هناك، وبيدخل العشب المخلوق اللي فيه لجسمه وبيفوقه بنفسه. وباز برضه بيفوق، وهم مشغولين في انقاذ الناس المحبوسه بيروح كوك علشان يدمر المحطه دي زي ما دمر اللي قبلها، وبيطلب من واحد من رجالته انه يساعده. لما بياخد باله انه نفس الحاجه اللي عملها هناك عايز يعملها هنا، قام فاتح المايك وخلى كل الناس تسمعه بعد ما خلاه يفضح نفسه بنفسه ويقول على خطته. وبيروح كوك يضربه لما بيكتشف اللي عمله، وبيفعل البرنامج اللي هيدمر بيه المحطه، وبيهرب علشان يلحق الطياره اللي جايه تنقذهم لوحده. بس هناك بقى بيمسكوا لارس اللي بيكون متغاظ منه بيروح يضربه، وبنروح لروز وباز وفالمر اللي بيكونوا مع المخلوق اللي بدأ يتصرف بغرابه. ولما حاولت تتواصل معاه روز انه يتعاون معاهم بس بيحصل زلزال وبيوقعها، فبياخدها فالمر وبيروح على الطياره اللي جايه تنقذهم، وبيسيبهم باز وبيدخل على المخلوق علشان يبين له ان البشر قادرين على التضحيه وانهم مش وحشين. ولما بيدخلوا كلهم الطياره وبيطلعوا بسرعه قبل ما تخبطهم موجه تسونامي بتدمر المكان كله، وبتاخد كات بالها ان الموجه بالحجم ده هتوصل المدينه، وكانت عايزه الطيار يبعت لهم تحذير في المدينه قبل ما يوصلهم. فبيرد عليها الطيار انهم مش هيروحوا المدينه اصلا وكانهم عارفين، وبيخلص الفيلم على المدينه اتدمرت ومات كل اللي فيها.
بكده نكون وصلنا لنهاية فيلمنا، بس خد بالك احنا لسه عندنا حواديت كتير جاية جدا لسه ما خلصناهاش، فما تنساش بقى عشان تعرف ايه الحواديت دي انزل تحت دوس بس على زر الاشتراك في القناة وفعل زرار الجرس كمان عشان تبقى اول حد يشوف الفيديو اول لما ينزل. ولو عجبك الفيديو انزل دوس على علامة اللايك اللي تحت واكتب لنا رأيك في الكومنتات، واستنونا في حواديتنا اللي جاية قريب قوي على قناة الحدوتة. مع السلامة.